السلام عليكم متابعي شيوات حليمة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة شيوات حليمة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم حلوى العيد، كتجي لذيذه بزاف، كتجي هشيشه ومقرمشه، وكذلك مقاديرها بسيطه وما كنحتاجوا فيها لا طابع لا والو. كنحضروها غير بالكاس، من ألذ الحلويات اللي ممكن تحضروها للعيد. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. والا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في هذه الحلوه، غادي نحتاجو 170 غرام ديال سكر كلاصي، 80 غرام ديال النشا، 200 غرام ديال الكاوكاو اللي حمرته في الفران على نار اللي كتكون مهيله، من بعد حيدت له القشره ديالو طحنته. غادي نحتاجو جوج صفار ديال البيض، البياض ديال البيض غادي نحتفظوا به للتزيين. غادي نحتاجو واحد قبيصه ديال الملحه، غادي نحتاجو ربعه ديال الزبده ديال العلبه، غادي نحتاجو الدقيق حسب الخليط، واحد الخماره ديال الحلوى من وزن 8 غرام، وغادي نحتاجو واحد كيس ديال سكر الفانيلا. دابا ندوزو لطريقه التحضير. هنا في واحد القصريه كنوضع داك سكر كلاصي، غادي نضيف عليه النشا، غادي نضيف قبيصه ديال الملحه، وغادي نضيف هاد الزبده. بالنسبه لهاد العلبه هذه فيها غير 200 غرام، مازال غادي نزيد واحد 50 غرام اخرى باش كنحصل على ربعه ديال الزبده. وهنا كنضيف كيس ديال سكر الفانيلا، وغادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى يندمجوا مع بعضهم، حتى تندمج هاد الزبده مع سكر كلاصي مع النشا. غادي نضيف جوج صفار ديال البيض، كما قلت لكم داك البياض ديال البيض غادي نحتفظ به للتزيين. غادي نخلط، وغادي نضيف كاوكاو، وغادي نخلط المكونات مزيان حتى يندمجوا مع بعضهم. كما قلت لكم هذه من اسهل الحلويات اللي ممكن تحضروها للعيد، تقدروا تخليوها حتى لاخر لحظه دغيا كتوجد. صافي، هنا من بعد ما خلطت هاد المكونات مزيان حتى اندمجوا مع بعضهم، دابا غادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. غادي نضيف كيس ديال خميره الحلويات من وزن 8 غرام، وغادي نبدا نجمع في العجينه حتى كنحصل على داك القوام اللي بغيت. هنا من بعد ما جمعت العجينه راني دخلت فيها 400 غرام ديال الدقيق. بالنسبه لكم تقدروا تدخلوا فيها اكثر او اقل حسب الحجم نتاع البيض، كذلك حسب نوعيه الدقيق. هنا كنحتاجوا بلاستيك غذائي، كناخذوا العجين، كناخذوا واحد القياس من العجين وكنحطوه في بلاستيك غذائي، وغادي نسرحوه بالمدلك. كنحاولوا نورقوه بهذا الشكل هذا، وكنخليوه شويه عاليه، كنخليو العجينه تكون شويه عاليه باش كيجي المنظر ديالها زوين. صافي، هنا كما كتشوفوا من بعد ما سرحت العجينه كما كتشوفوا راني خليتها غليظه واحد شويه باش كتجي لنا الحلوه ديالنا عاليه وتيجي الشكل ديالها زوين. هنا تاخذوا اي كاس عندكم. هنا خديت كاس ديال العلبه، هنا كنضربوا هذا الاول هذا كنحيدوه وكنقطعوا الحلوه ديالنا على شكل هلال. هانتوما كما كتشوفوا كي كتجي. صافي نستمروا بحال هكا
حتى كنكمل هاد الكميه كلها اللي عندي حتى كنعمر الطاوه، ونتلاقاو باش نكملوا التزيين ديالها. من بعد ما كملت ديك الكميه كلها اللي عندي ديال الحلوى راه دغيا تنوجدها. انا غادي ناخذ داك بياض البيض اللي احتفظت به وغادي ندهن الوجه ديال الحلوى بهذا الشكل هذا. هنا من بعد ما دهنتها ببياض البيض انا غادي نحتاج لوز ايفيلي. يمكن لكم تستعملوا لوز ايفيلي او كاوكاو ايفيلي اللي متوفر عندكم استعملوه. انا تنحاول نثبت اللوز ايفيلي على الوجه ديال الحلوى ونستمر بحال هكا حتى كنثبتو على الحلوى كامله. في هذه الاثناء راني دايره الفران كيسخن. انا غادي نطيبها في الفران ديال الغاز. درت الفران وخليته حتى كيسخن مزيان. ملي كنبغي ندخل الحلوى الفران كندير النار اللي كتكون مهيله وكنخلي الحلوى طيب على خاطرها حتى كتبان لي تحمرات من التحت. من بعد كنهبطها لتحت وتتكون النار فوق منها. كنخليها حتى كيتذهب اللون ديالها حتى كيتحمر لنا داك اللوز. ومن بعد كنخرجوها ملي طيب ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. وهنا الشكل النهائي ديال الحلوى من بعد ما خرجتها من الفران غتجي اكثر من رائعه. من ألذ الحلويات اللي ممكن تحضروها للعيد. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. وإلا عجبتكم ما تنساوناش من لايك الفيديو وتشتركوا في القناه الا ما كنتوش مشتركين وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات. ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده.